عجوز مقرف أقسم بالله، أوسخ ما أنجبته الكرة العالمية العجوز ده، أوسخ من الوسخ أقسم بالله العظيم. ورجعت حليمة لعادتها القديمة، رجعت حليمة لعادتها القديمة. أقسم بالله عادة، ما تخلوا العادة دي، عادة أوسخ من تاريخ ناديكم. يا أخي خلوا العادة دي، ليه الكلام ده ما بيظهر إلا لما يكون برشلونة متصدر؟ وقت كنتم متصدرين ما كنتم بتفتحوا الملفات دي، فليه فتحتوا حسه؟ ما اتفتحت إلا لمن اتعادلتوا آخر 3 مباريات وبرشلونة اتصدر. قال لك العجوز بيريز خلاص الملف اللي ضد برشلونة في الفترة بتاعت نيجيريرا خلاص اكتمل، والأيام الجاية إن شاء الله حيسلموا ليه الفيفا. تمام، أنا معاك في الكلام ده، لكن وقت تمشي تسلم الملف ما تنسى تضيف معاك بعد الحاجات اللي أقولهم دي. هدف هدف ريال مدريد في اتلتيكو مدريد في دوري ابطال اوروبا 2013، الهدف اللي اوف سايد ما تنسى. الاهداف اللي اوف سايد اللي جبتهم في شباك بايرن ميونخ ما تنسى. لمسه مارسيلو للكره امام بروسيا دورتموند برضه ضيفه. الركله الجزاء المجانيه اللي اخذتها امام يوفنتوس برضه شيله. لمسه يد كريستيانو رونالدو للكره برضه ضد يوفنتوس ضيفه. واكتر حاجه ما تنساها الهدف، هدف ليونيل ميسي الملغي في شباك تقريبا ريال بيتيس او ريال سوسيداد وقتها في 2017، ودي خلتنا ما نفوز بالدوري الاسباني برضه دي. وهذه برضه ما تنسى، ودي اهم من بتاعت ليونيل ميسي. ليه؟ لانه الاسبوع اللي فات هدفينك اللي جبتهم ضد الشي، اللي جود بيلينغهام شالوا بيده وفينيسيوس جونيور كسر أنف الحارس. الحاجات دي لازم انت تضيفهم في الملف بتاع نيجريرا اللي قلت داير توديهم. يا عجوز يا مقرف.